هذه الخسارة نهضة بركان لهذا النهائي، هل مع أيمن أرجو أن أتناقش معه لأنه هو موجود على عين المكان في المغرب، هل ستؤثر على المستقبل القريب لنهضة بركان؟ لأنه خرج من سباق كأس العرش، خارج التتويج على لقب البطولة، ومع وجود معين الشعباني هل سيبقى هناك مشروع لهذه النهضة التي استطاعت أن تفرض اسمها إفريقيا، ولكن نعم. الغياب عن الكأس، الخروج من الكأس بشكل مبكر أمام الجيش والابتعاد عن صدارة الترتيب وهي غير معنية بالتتويج بالبطولة، يعني أن الموسم القادم سيكون صعب بالنسبة لنهضة بركان. نطرح سؤال أيمن زيزي لديه أكيد أجوبة على كل هذه التساؤلات. أيمن. نعم، يعني بكل صراحة فريق النهضة البركانية لم يعد فريق واسم صغير في الساحة الإفريقية ولا الوطنية في السنوات الأخيرة. فريق أصبح كبير بإنجازاته بألقابه على المستوى الوطني على المستوى الإفريقي. الكل ينتظر منه النتائج. كان يبحث عن المدرب الذي يستطيع أن يأخذه إلى تتويجات إلى الألقاب، مع كامل الأسف لحدود الساعة نعم. المسؤولين داخل النهضة البركانية لم يفلحوا في اختيارات المدرب الانسب لهذه التشكيله. الكل هناك اجماع على ان فريق يزخر بالمواهب باللاعبين، ليس فقط اللاعبين الرسميين ولكن كذلك لاعبين احتياطيين. فاكيد انه سيكون موسم صعب بدون القاب، لكن فريق النهضه البركانيه قادر على العوده. وهنا نعم. اريد ان اشير ان المسؤولين داخل النهضه البركانيه يعملون على مشروع على المدى المتوسط والمدى البعيد. يعني فقط أن الفريق اليوم يتوفر على أكاديمية عالية المستوى، يعني على مساحة تصل هكتار. يعني هناك أكثر من 9 ملاعب، هناك لاعبين أكثر من 200 لاعب داخل هذه الأكاديمية. هناك أطر عالية المستوى تشتغل. وأكيد تمام. أن الثانية عندها مشروع على المدى المتوسط وستكون قادمة بقوة في السنوات القادمة. لكن أكيد أن الشعباني معين الشعباني لم يعطي الإضافة التي كانت مرجوة سواء في المنافسات الوطنية أو القارية. النهضة البركانية أكيد محتاجة لمشروع رياضي بتصور جديد على أسس صحيحة متينة. هذا ما لم تفلح فيه في السنوات الأخيرة. أكيد أن المشروع أكيد الرياضي له أشكرك. أهميته، وأتمنى أن يكون في صالح الفريق في السنوات القادمة. أشكرك أيمن زيزي، كنت معنا من المغرب. كلمة أخيرة